السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايه لكم النهارده بمشروع جديد من ضمن المشاريع. مفيش حاجه ان شاء الله تقف قصادنا. فالمشروع احنا شايفينه ده قدامنا، طبعا ده اطعام الطعام، وجبات اطعام طعام. بتتعمل في رمضان، تتعمل في المواسم، تتعمل في ايام الصيام، تتعمل في العشرة ذو الحجة، بتتعمل في تسوعة وعاشورة زي النهارده كده عاشوراء. فبنجمع، بنعمل جروب، او بيبقى معروف عنك ان انت بتعملي اكلات، او بتقولي لاصحابك لكده انا هعمل وجبات اطعام، اللي عايز يشارك الوجبه مثلا ب30 ب40 ب50 ب80 على حسب تكلفتها. انا عشان انا حابه من جوايا الاطعام وعايزه الناس كلها تعمل اطعام، فبدات ان انا عايزه اشجع الناس، ما اعملش حاجه مكلفه زي اللي بتبقى يعني ظاهره الطبق ب100 والطبق ب80، والحاجات الضخمه دي بتعجز الواحد ان هو مثلا مش قادر. ما هو في ناس غلابه، يعني في ناس مش قادره. لا، انا نفسي الناس كلها تعمل وجبات اطعام، يعني حتى الفقير يعمل وجبات اطعام، لان ثوابها كبير جدا ونتائجها حلوه جدا في الدنيا وفي الاخره، للصحه، للرزق، للعيال، للي مات، للي عايش، للعمر، للامراض، لكل حاجه يعني. فعشان كده قلت اشجع الناس اللي عندي، ومن فترة كده صغيرة قلت هعمل وجبات اقتصادية. الوجبة ب35 جنيه اللي احنا شايفينها قصادنا دي. ممكن تكون انا بجيب وراك كبيرة وبقسمها 2، وبعمل كمية رز بشعرية، وبروح جايبة مثلا زي ما احنا شايفين كده، ادي دبوسة كبيرة وشوية الرز ومعلقة وعليها كاتشب. لو ما انا حطيتش كاتشب بعمل صلصه، لو ما حطيتش صلصه بحط كيس كاتشب صغير، ما حطيتش كيس كاتشب صغير ما فيش مشكله، ما بعملش حاجه. فدي منظر الوجبه ب 35 جنيه. او قطعه بانيه، يعني مثلا هنا اهو، مثلا انا مقطعه البانيه كده وحاطه فوقيها الكاتشب على مكرونه. يا رب يكون الصور واضحه قصادكم كده. دي فكره بسيطه. برضو ده مشروع على فكرة، بس يستحسن ان احنا لما نيجي نعمل مشروع زي ده يعني انه الثواب لله، ان انتوا بتزرعوا حاجة كويسة في المجتمع، وبتنموا حاجة يعني النبي كان موصي عليها، اللي هو اطعام الطعام. هتاخدوا ثواب. ويعني كل مرة تعملوا اطعام طعام كده، ما تنسوش نفسكم بطبق، اتبرعوا لنفسكم بطبق. لو ليكي عزيز وغالي، لو ليكي زوج اتوفاه الله، لو ليكي اب، لو ليكي ام، افتكريها. الاموات دول يعني رحلوا عننا، فبيتنسوا شويه، بيتنسوا. ما احناش عارفين. ممكن تقعدي تقولي ايه، كنت عايشه في عزك يابا، كنت عايشه في خيرك ياما، كنت عايشه في حنيتك، من بعد جوزي معرفش حصل ايه. هو كلام وخلاص. طيب الميت ده لازم نوصل له ثواب، لازم نوصل له سلام. الصدقة دي ثوابها عظيم جدا، يعني انتم مش متخيلين الميت لما بيموت من كتر اثر الصدقة وشايف النعيم اللي الناس بتتصدق والنعيم اللي الناس فيه، فبيتمنى من ربنا ان هو ارجعوني كي اتصدق. يعني هو ما قالش رجعوني اعمل خير، رجعوني اصلي، لا، رجعوني اتصدق من عظمة الصدقة. فاحسن حاجة ان احنا نهادي بيها الناس الميتين العزاز عندنا، ونهادي بيها نفسنا واحنا حيين قبل ما نموت، ان احنا نتصدق. ولو حتى بطبق، حتى لو مش هتعملي مشروع، لو بتعملي اكل لبيتك وهتستغني مثلا عن طبق على جنب كده، والله العظيم مش هيقل اكلك، مش هيقل، بالعكس ده هيجيله البركه وهيزيد وهيبقى حاجه كويسه جدا. علمي بقى عيالك لما يشوفوكي بتعملي كده، اخواتك لما يشوفوكي بتعملي كده هيعملوا، هتبقى عاده. وما نقص مال من صدقه. اوعي تفتكري ان فلوسك هتقل، ولا مثلا ده انا معيش غير 100 جنيه، ده هي حته فرخه اللي هناكلها النهارده. ما تحسبيهاش كده والله العظيم، لان انت ممكن تاخدي حاجه من بيتك، صدقيني ربنا بيديكي اضعاف اضعافها، اضعاف اضعافها من غير ما تحسي. بس اللي عنده يقين بربنا، وعنده يقين قد ايه رزق ربنا هيجيلك، وما نقص مال من صدقه فعلا، ويبقى مصدق الجمله دي كويس قوي، ربنا بيجازيه كل خير. ربنا بيمنع عنا بلاء، ربنا بيطول عمرنا، ربنا بيرفع عنا امراض كتيره، بيشفينا من امراض كتيره، بيسترنا، بيخلي باله من عيالنا، بيرفع عنا كل مصيبه. فالصدقه دي يعني اللي نفسه في اي امنيه، اللي نفسه في اي حاجه، الصدقة. عايزة ابنك ينجح، تصدقي. عايزة ربنا يرزقك بأولاد، تصدقي. عايزة ربنا يديك الصحة، تصدقي. عندك مشكلة كبيرة جدا ومش عارفة تحليها، تصدقي. عندك مرض لا قدر الله عند حد من أسرتك، انتي والدك والدتك، تصدقي. عايزه تهادي حد ميت عليكي، عزيز عليكي، هديه بالصدقه. وما تنسيش نفسك، ما تنسيش نفسك. وخدي بالك انك لما تتصدقي على والدك او والدتك، عيالك لما يشوفوا كده بعد عمر طويل ليكي هيتصدقوا ليكي، فاللي انت بتعمليه قدامهم هو قاعد لك.
يعني انت بتدي لباباكي ومامتك هدايا، عيالك في يوم من الايام هيدوكي هدايا برضو، يعني هيبعتولك برضو وانت في قبرك كده، لما تلاقي اطباق نور جايالك وهدايا ورحمه ومغفره جايالك، وهيتقال ان ابنك فلان جايبلك الهديه دي، ان بنتك فلانه جايبالك الهديه دي، وهتبقي قاعده فرحانه جدا وفخوره قد ايه ان انت عرفتي تربي، وقد ايه ان هم افتكروكي. فما بالك لا قدر الله محدش جاب صدقه ومحدش دعالك ومحدش عمل كده، وهتبقي قاعده بتتمني انك تشوفي حد، او تتمني ان حد يفتكرك برحمه او بصدقه. فعشان كده ازرعيه في الدنيا قبل ما تحصديه في الاخره. اي حاجه هتزرعيها في الدنيا هتحصديها في الاخره. فازرعي الصدقه، الصدقه جميله جدا. دي وجبات النهارده، اللهم بارك 35 وجبه اهم. يعني عملنا جزء فراخ وجزء بانيه. اتهديت والله العظيم، تعبانه بكلمكم وانا تعبانه. 35 وجبه مش كتير، بس على قد صحتي انا تعبانه، عشان كمان في حاجات تانية جنبها انا عاملاها يعني. فالله المستعان، حبيت اعمل معاكم الفيديو ده عشان خاطر اشجعكم ان انتوا تقدروا تعملوها. وبرده ده مشروع من ضمن المشاريع، وعلى فكره ربنا بيبارك ومربح. يعني على الرغم ان انت ممكن مثلا تعملي قدامك دول مثلا 35 وجبه، طلعي مثلا 4 وجبات ليكي ولوالدك ولوالدتك وكده. يعني انوي النيه مثلا ان انا هستغنى عن 4 وجبات او هكلف 4 وجبات، يا رب اقسم ثوابهم بيني وبين ابويا، او بيني وبين مامتي، او بيني، شوفي مين اللي متوفي عندك العزيز عليكي، وانوي النية دي والله العظيم، وهتكسبي وهتربحي، وربنا هيبارك في رزقك وفي وقتك وفي عمرك وفي صحتك وفي حاجات كتيرة جدا، وهتحسي بسعادة. انت مش متخيلة السعادة ان انت بتعملي حاجة وتدي لحد طعام. ده انت لما بيجيلك ضيف في البيت بتبقي طايرة من السعادة وعايزة تجيبي له كل حاجة. فما بالك انت بقى عايزة تضيفي ابوكي المتوفي، تضيفي حد غلبان بره في الشارع. الناس يا جماعة اللي بيكنسوا الشوارع، الناس اللي بيلموا الزبالة، الناس الغلابة دول اللي بيقعدوا في السوق بشوية ليمون وشوية خضرة وحاجات بسيطة على قدهم، افتكروهم بحاجة بسيطة والله العظيم بيبقوا فرحانين قوي. يعني بياخدوا الوجبة بيبقوا فرحانين جدا. على قد امكانياتك. حر زي دوت، لو جبتي مثلا شوية ازايز مية صغيرة وسقعتيهم او تلجتيهم وانت خارجة في اي مشوار، راحة سوق، راحة حتة، ما تنزليش مخصوص يا ستي، في اي مشوار انت خارجاه اعملي حسابك في حاجة زي دي. ودايما خليكي عطاءه. يعني مثلا انت خارجه لعيال اخوكي، خارجه في اي مشوار، خارجه في اي حته، ارمي كده في شنطتك شويه بونبوني، شويه بسكوتات، شويه حاجات حلويات. ادي، خلي عندك عطاء. العطاء حلو والصدقه حلوه واثرها جميل جدا في حياتنا. فده مشروع اهو، ابدأوا فيه واعملوه، ومش مكلف ومش وحش، بالعكس اثره جميل جدا ومربح جدا. الوجبه ب35 جنيه، وانتي وظروفك بقى. يعني عندك مجتمع مثلا متيسر الحال عايزه تعملي وجبه ب50، اعملي. في اطباق طبعا اللي هي اللي متقسمه، وبنحط جزء سلطه جزء طبيخ. انا عملتها قبل كده في ال9 ايام بتوع ذي الحجه، وعملنا وجبه كبيره كانت ب85 جنيه، كانت لحمه ورز وطبيخ ومخلل وسلطه، وكانت وجبه كبيره ما شاء الله. لكن انا عايزه الناس كلها تتشجع، وعايزه كلنا نقدر نعمل. فدي وجبه اسمها وجبه اقتصاديه. وجبه اقتصاديه بيبقى فيها زي ما احنا شايفين كده اهو، ورك او قطعه بانيه، قصدي دبوسه او قطعه بانيه، مع اللي انتوا شايفينه ده 35 جنيه. مش حاجه ال 35 جنيه. والله العظيم انا عايزه اقول لكم ان في ناس بتتصدق، بتبعت لي تقول لي اعملي حسابي ب50 جنيه. قد ايه انا ببقى سعيده ان انا لو كنت عامله الوجبه ب80 مثلا، هي ما كنتش هتقدر تشترك بال80 جنيه، وتلاقيها قاعده زعلانه ان هي مثلا غلبانه او على قد حالها ان هي مش قادره تشترك بال80 جنيه. انما انا قلت اللي عايز يحول 10 جنيه يحول، هياخد ثواب. لو 2 هيشتركوا في طبق هتاخدوا ثواب. فحاجه عظيمه جدا ان احنا نشجع كل اللي حوالينا ان احنا نعمل اطعام الطعام. فاعملوها بقى، وانوا نيه ان شاء الله ان ربنا يجازيكم خير على الصدقه دي وعلى انتشارها بين الناس، وفي نفس الوقت مشروع كويس ليكم. وما تنسونيش من دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.